أشكالهم تميزهم، أنت أجمل. نص الاستماع: هل جربت أن ترى نفسك في عيون الآخرين؟ إن لم تفعلها من قبل فجربها، فقد تتغير ملامحك التي تراها دائما في مرآتك، وكذلك نظرتك لنفسك وللآخرين فقد فعلتها من قبل. فأبي يحب قراءة الأخبار الإلكترونية، وسمعته يقرأ لوالدتي أنه بأحد المنتديات التي يهتم بها أحضروا فنانا يستطيع أن يرسم للشخص الواحد 3 صور مختلفة. شغلني الأمر وظللت أتساءل كيف يحدث ذلك، 3 صور مختلفة للشخص نفسه. فسألت أبي أيمكنني أن أذهب معك؟ فرد علي متعجبا: أتريدين يا أماني أن يرسمك أحد؟ فقلت له: نعم بالطبع. قال أبي: في حفل عيد ميلادك سنحضر رساما وتختارين صديقتين تكونان الأقرب إليك. في عيد ميلادي حدث ما لم يتعارف عليه من قبل. قد كان الرسام في غرفة يفصل بينها وبين ستارة لا أستطيع أن أراه، وطلب مني أن أصف نفسي، وظللت أقول له: عيناي لونهما كذا، ووجهي مستدير أو بيضاوي، وهكذا. هذا شيء لم أفعله من قبل، وكنت أود أن أرى الصورة التي رسمها لي، لكنه فاجأني بأنني لا أستطيع رؤيتها الآن، وطلب من صديقاتي الدخول واحدة تلو الأخرى، وكانوا يطلب من كل واحدة أن تصفني وهو يرسم من خلال هذا الوصف. فرسم لي بذلك 3 صور، وكنت أود أن أرى صوري التي رسمها لي بفارغ الصبر. عندما حان وقت عرض اللوحات تبين لي شيء غريب، وأن الصورة التي رسمت من خلال وصف صديقاتي لي أجمل بكثير من تلك التي وصفت فيها نفسي. رآني أبي حائرة فسألني عن سبب الحيرة، فأخبرته بما لاحظته. رد أبي قائلا: الجمال يا بنيتي ليس فقط جمال المظهر، فعندما يتصف الإنسان بالكثير من الصفات الحميدة تنعكس هذه الصفات على مرآة وجهه، فكلما زاد خلقك زاد جمالك. وحين وصفت صديقاتي شكلك للرسام فقد انطبع في أذهانهم صفاتك الأخلاقية التي لا تلمسينها أنت، فازداد جمالك. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام الخطأ. أحضر الأب رساما في عيد ميلاد أماني. نعم، اعتمد الرسام في رسم أماني على النظر المتكرر لوجهها. خطأ. رسم الفنان لأماني صورتين 3. خطأ. الجمال يكون في المظهر فقط. خطأ. عرفت أماني الطريقة الجديدة للرسم من والدها، والدتها، أخيها، أختها، والدها. كلما زاد خلقك زاد جمالك. احترام الآخرين يجعلك أكثر جمالا. في الطريقة الجديدة للرسم يطلب الفنان من صاحب اللوحة أن يجلس دون حركة، يصف نفسه، يعطيه صورة له يقف مبتسما. يصف نفسه. ارسم صورة لزميلك الجالس بجوارك، ثم شاركه بما رسمت وناقش معه كيف رأيته. تتعدد صور إنسان في عيون كل من حوله. نعم صحيح. رفض الوالد أن يحضر رساما في عيد ميلاد ابنته. خطأ. تحمست صديقات أماني لوصفها للرسام. صح. الصورة التي رسمت لأماني من خلال وصف صديقاتها كانت أجمل. صح. هل اختلفت نظرة صديقات أماني لها عن نظرتها لنفسها؟ نعم. ما الجمال من وجهة نظري؟ هو جمال الروح وجمال الأخلاق. حلل القصة بذكر عناصر الشخصيات والزمان والمكان والمشكلة والحل.